تلقى النادي الأهلي استفسارات من أحد أندية الدوري البرازيلي للتعاقد مع فيرمينيو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. بحسب الأنباء المتداولة فإن نادي كورينثيانز البرازيلي قدم استفسارات للنادي الأهلي عن إمكانية ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي الحالي، وينتظر المسؤولين في النادي البرازيلي رد نظائرهم في الأهلي لمعرفة موقفهم النهائي من رحيل اللاعب، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي. قرر الألماني ماتياس ياسلا مدرب فريق الأهلي خوض 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي استعدادا لعودة منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. بحسب المتداول فإن الأهلي سيخوض 3 وديات خلال شهر يناير أمام كل من أبها وجدة والوحدة. كشفت عدة تقارير صحفية أن هناك خطة من قبل مسير العمل داخل رابطة الدوري السعودي لضم العديد من النجوم العرب في 2024 لضمان المزيد من الجودة والمتابعة للدوري في كل أنحاء العالم العربي. أبرز هؤلاء النجوم هم اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول المطلوب بقوة من الاتحاد الدولي، محمد النني لاعب أرسنال، اللاعب المغربي عز الدين أوناحي نجم وسط مرسيليا المراقب من أندية الهلال والاتحاد والشباب والأهلي، بالإضافة لنادي الدحيل القطري، اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة جناح وست هام يونايتد الإنجليزي. أكدت تقارير صحفية أن النجم الإيراني مهدي طرمي بات على مشارف الرحيل عن ناديه بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. التقارير أوضحت أن اللاعب قد أبلغ إدارة ناديه برفضه القاطع لفكرة تجديد عقده الذي سينتهي في الصيف القادم، وبالتالي لا مفر من رحيله الآن بمقابل مالي عوضا عن خروجه مجانا بعد نهاية العقد. الأهلي يعد من الأندية الراغبة وبقوة في التعاقد مع المهاجم الإيراني في الوقت الحالي بحسب التقارير، ولكن العائق الأكبر والوحيد الذي قد يمنعه من تحقيق مبتغاه وهو إنتر ميلان الإيطالي الذي تواصل في الأيام الماضية إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب، وإن تمت الصفقة بالفعل سيكون العقد مدته 2.5 موسم مع راتب سنوي قيمته 3 ملايين يورو تقريبا. كشفت تقارير صحفية عن هوية اللاعبين الذين باتوا على مشارف الرحيل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. التقارير أوضحت أن الثلاثي إبراهيم الزبيدي وأليوسكي وإمرال المعار حاليا إلى ووهان الصيني هم الذين أصبحت أيامهم معدودة مع الأهلي نظرا لأن عقودهم ستنتهي في الصيف القادم. الأمر المؤكد حسب التقارير أن الأهلي سيعرض الثلاثي المذكور إلى البيع في الميركاتو الشتوي الحالي لكي يستفيد ماليا من رحيلهم عوضا عن خروجهم مجانا في نهاية الموسم. كما كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الصراع المتوقع حدوثه ما بين الأهلي والنصر في قادم الأيام خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. التقارير أوضحت أن هذا الصراع سببه هو موافقة نادي الشباب على رحيل لاعبه متعب الحربي في الشهر الحالي، ولكن بشرط الحصول على مبلغ مالي مناسب إضافة إلى إقحام لاعب آخر في الصفقة. الأمر المؤكد أن اختيار اللاعب نفسه سيلعب دورا حاسما أيضا في تحديد مسار هذه الصفقة، فعلى الأرجح سيفضل اللاعب الانتقال إلى الأهلي عوضا عن النصر، لأن النصر يملك ظهير أيسر من الطراز الرفيع مثل أليكس تليس، وسيكون من المستحيل منافسته بعكس ما سيكون عليه الحال إن انتقل إلى الراقي. كما حسمت تقارير إعلامية حقيقة وصول عرض من جانب النادي الأهلي للحصول على خدمات لاعب فريق النصر علي الحسن بالانتقالات الشتوية الحالية. ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر برنامج دورينا غير، فإن هناك خطأ بشأن وصول عرض لنجم النصر، وأكد على أنه لا يوجد حتى الآن أي مفاوضات رسمية بين الأهلي والنصر، وعلى العكس ينوي نادي العاصمة تمديد عقد اللاعب المنتهي في يونيو 2025. ومن الجدير بالذكر أنه لا يحصل صاحب 26 عاما على فرص كافية مع النصر، ولعب هذا الموسم في 11 مباراة بكل البطولات بواقع 200 دقيقة فقط.
بات الميركاتو وكل ما يحيط به هو حديث الساعة الآن في الوسط الرياضي بالمملكة، وذلك طبيعي جدا مع دخولنا فترة الانتقالات الشتوية، وهناك أكثر من لاعب محلي تحوم الشكوك بقوة حول مستقبلهم مع أنديتهم، ويصل عددهم تحديدا إلى 14 لاعب، حيث من المقرر أن تنتهي عقودهم الحالية في الصيف القادم، وبالتالي في حال عدم التجديد لهم سيكون جميعهم على مشارف الرحيل مجانا بعد نهاية الموسم الحالي مباشرة. إليكم أسماء اللاعبين: حسين القحطاني الشباب، محمد الكويكبي الاتفاق، هتان بهبري الشباب، علي البليهي الهلال، صالح الشهري الهلال، سامي النجعي النصر، فواز الصقور الشباب، عبد الإله هوسوي الاتحاد، أيمن يحيى النصر، خالد الغنام النصر، عبد الملك العييري التعاون، إسلام هوسوي الوحدة، متعب المفرج الهلال، فواز القرني الشباب.